طيب، التركيبات المتحركة أفضل أم الثابتة؟ زراعة. زراعة أحسن من الاتنين. طيب، عشان بس نفهم، احنا عندنا 3 أنواع من التركيبات: تركيبة متحركة، والتركيبة الثابتة، والزراعة. يعني الزراعة تعتبر ثابتة برضو يعني. طيب، بس ايه الفرق؟ التركيبة المتحركة هي بتتشال وبتتحط، عاملة زيها زي الطقم كده، ولو في أسنان بيبقى ليها مشابك كده بتمسك في السنان. دي أسوأهم يعني، مشاكلها كتير، العيان بيتعود عليها بصعوبة شديدة. يعني ما بنصحش بيها خالص. تمام. طيب، بعد كده عندنا التركيبة الثابتة. التركيبة الثابتة هي ان انا خالع ضرس، وفي ضرس قبله ودرس بعده، فانا بقوم بارد الضرس اللي قبله وبارد الضرس اللي بعده، وبجيب تلات طرابيش لازقين في بعض، طربوش بيمسك على اللي قبله وطربوش بيمسك على اللي بعده، والاتنين دول بيمسكوا اللي في النص. تمام. مشكلة التركيبة دي ان انا ببرد ضرسين سلام وكويسين، فبرضو يعني انا لو قادر ازرع انا ما بعملهاش. الزراعة هي أفضل حل للتعويض حاليا، إن أنا بحط الزرعة في العظم وأسيب العظم يمسك عليه، يبقى أنا كده عوضت الجدر، وبعد كده بقوم مركب عليها الطربوش، ونسبة نجاحها عالية جدا. فأحسن خيار للتعويض لو في إمكانية للزراعة، أزرع طبعا، ده أكيد. أنا دكتور محمد نجيب زيادة، وده مركز ماس طب الأسنان. لو عندك أي أسئلة تانية سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها بإذن الله. سلام.